مع كل حادثة كبرى تهب الحكومة المصرية لصرف تعويضات للمتضررين أو تقوم بإصلاح ما تم إتلافه جراء بعض التفجيرات الإرهابية، وهو ما يحمل الاقتصاد المصري أعباء مالية كبرى. لكن يبقى السؤال: هل بالفعل هناك صندوق لمثل هذه الكوارث؟ وهل نسير بمنهج علمي في التعامل مع الأزمات؟ يسعدني أن يكون معي في هذا الجزء من الحلقة أستاذ جمال زيدة، الكاتب الصحفي بالأهرام. مرحبا بك أستاذ جمال. أهلا وسهلا. مساء الخير. ومعي أيضا دكتور محمد حسين، أستاذ الإدارة بجامعة لندن. مرحبا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا. أستاذ جمال، يعني بداية تقييمك للحكومة المصرية في التعامل مع الأزمات والكوارث الكبرى. هو بطبيعة الحال زي ما حضرتك أشرتي من شوية، إنه هل في صندوق أو مفيش صندوق؟ يعني مسألة التعامل مع الكوارث اللي بتحصل في مصر وهي كثيرة لا تتم بطريقة اقتصادية. يعني بمعنى إنه مثلا عندنا في مصر حوالي 15,000 حادثة قتل على الطرقات في العام، ودي أرقام لا تتحقق في الحروب. يعني ضحايا الحروب ما بيوصلوش لهذه الأرقام، في حين 15,000 مصري بيموتوا على الأسفلت كل عام، بالإضافة إلى الحوادث الأخرى زي حوادث النقل النهري وحوادث النقل البحري أيضا، لأنه بين حين والآخر بنسمع عن كارثة غرق عبارة وكارثة غرق مركب أو الصندل اللي غرق في نهر النيل منذ أيام. هي المسألة كانت محتاجة إنه الحكومة نفسها يبقى لديها صندوق ما، وهذا الصندوق عامل تأمين مع شركات التأمين. وقبل هذا وذاك لابد من فرض النظام، يعني بمعنى إيقاف حالة الفوضى الموجودة سواء على الطرقات أو في النقل النهري أو النقل البحري. إزاي؟ بتطبيق القانون وبوضع معايير صارمة فيما يتعلق بالنقل النهري. أنا يعني هذكر في عجالة تجربتي. أنا كنت مدير الأهرام في كندا، فكنت لما أجي أخد القطر أو أخد مركب علشان في رحلة في المحيط الأطلنطي، تعالي شوفي كم الإجراءات الأمان والسلامة التي يتم اتباعها. فيما يتعلق بالقطار، مرة واحدة تصادف أن الكرسي بتاعي في القطر جنب باب الطوارئ، جاء لي المسؤول وعمل لي تأهيل وقال لي انه في هناك صندوق ده في فاس، وهذا الفاس يستخدم في وقت الطوارئ، وانت مسؤوليتك انقاذ الناس لو حدث حادث. وطبعا هناك الحوادث القطارات في الحد الادنى، يعني ما بنسمعش على حوادث قطارات. لما بتركب المركب بييجوا يعملوا تثقيف للناس، يقولوا لهم ايه اجراءات الامان، في حاله الطوارئ هيعملوا ايه الادوات اللي هيلبسوها. لكن للاسف الشديد ده بيعد طرف فيما يتعلق بالنقل البري والنقل البحري في مصر، بالإضافة إلى الحمولة الزايدة. يعني ما فيش تطبيق للقانون للأسف الشديد، ما فيش رقابة. وبعدين بتتعدد الأجهزة المسؤولة عن نهر النيل. يعني هناك عدد من الأجهزة، نحن بنتكلم على وزارة النقل بأجهزتها، بنتكلم على الشرطة النهرية، بنتكلم ربما عن أجهزة أخرى. فهي المسألة. طيب دعني يعني أخذ مثال ربما يا دكتور محمد قبل أن تنتقل إليك بالحديث. ربما المثال الأخير في غرق المركب الأخيرة والتي راح ضحيتها حتى الآن طبقا للتصريحات الرسمية ربما 35 شخص، والأعداد في الزيادة حتى الآن. في هذا الحادث يعني أنا أخذت بعض التصريحات. يعني أول حاجة أن المركب حمل بأكثر من طاقته. ثاني حاجة وزارة الداخلية أعلنت أنها طالبت بتعديل القانون وتغليظ العقوبات، ولكن ليس هناك رد يعني بعد مطالبات وزارة الداخلية. وزارة الري أعلنت أن دورها فقط إنشاء المراسي، وإن التصاريح بتمنحها لجنة بتضم ممثلين عن 9 وزراء، وإن دي مش مسؤوليتها. رئيس الحي أخلى المسؤولية وأشار إلى أن شرطة المسطحات هي من تعطي التصاريح. طبعا ممكن نضيف أن شرطة الإنقاذ تأخرت في الوصول. فحادث زي ده أول حاجة يمكن تتبادر إلى الإذهان: من يتحمل المسؤولية؟ وهل هناك نوع من المحاسبة؟ طيب هو أنا خليني أقول لحضرتك وأربط سؤال حضرتك المهم جدا بالسؤال ده، إنه الحكومة المصرية أو الحكومات المصرية هل هي بتقوم بدورها بشكل فعال في إدارة الأزمات أو لأ؟ الحقيقة لأ. إحنا ما زلنا بننتمي في هذا البلد اللطيفة إلى فكرة الرياكتيف أكشنز في كل حاجة.
احنا ما بنقعدش نخطط ونحط سيناريوز، احنا بنعمل حاجه في الاداره اسمها سيناريو بلاننج. لما يحصل كذا مين هيتدخل، لما يحصل كذا هيعمل ايه، ازاي في تنسيق ما بين الادارات كلها، كل واحد يكون عارف دوره اولا، متدرب عليه في الظروف العاديه ثانيا، ثالثا مستعد وقت الضغوط اللي بتحصل في الازمه انه يتصرف بشكل احترافي. كل الحاجات دي مش موجوده عندنا. واهم حاجه مساله توزيع الصلاحيات والمسؤوليات. من اهم الحاجات اللي بتخلي الازمات تحصل ان الناس كل واحد ماشي في طريقه، ومفيش حد عارف اللي قبله بيعمل ايه ولا اللي بعده بيعمل ايه. عشان كده لما بتحصل حادثه بتتحول لازمه. هو كل يوم ممكن يحصل في اي بلد في العالم انه عود كبريت يولع حاجه، لكن ليه بتتحول عود الكبريت ده الى حريق هائل؟ لانه مفيش توزيع صلاحيات، مفيش تدريب كافي، مفيش تعليم للناس ازاي كل واحد يتصرف وقت الازمه، فبتتحول عود الكبريت ده الى حريقه كبيره جدا. في كل مكان ممكن يحصل احتمالات لغرق سفينه، او بيحصل احتمالات في كل العالم بيحصل ده، لكن تدريب الناس المسؤوله عن الانقاذ، تدريب الناس المسؤوله عن قياده العمل، يعني كل عنصر الحاجه ذكرتيه من دول عنصر عندنا يؤدي دكتور محمد كده، اسمح لي بمنتهى البساطه، يعني اما نقول مثلا المسؤول ليه ما بيتحاسبش، بيطلع مواطن مصري بسيط يقول ده هو المسؤول ماله، هو قاعد في مكتبه، وبعدين ده اللي كان قاعد على المزلقان كان نايم، وحد تاني يطلع يقول لا ما هي المركب كانت اصلا تعبانه، هو المسؤول ماله. كويس. الفكره كمان في الوعي والثقافه، يعني مش مسألة بس الحكومة المصرية وطبعا أنت ما قلته كثيرا يعني عن مسألة عدم وجود استراتيجية وعدم وجود سياسة، ومسألة أيضا الجزر المنفصلة ما بين صحيح. إدارات الحكومة المصرية. صحيح. خليني أقول لحضرتك كمان حاجة مهمة جدا يا فندم، إنه اللي بيحصل واللي بيكبر المسألة أكبر من اللازم كده مش بس إن كل واحد مش عارف دوره، إن الناس وهي بتشتغل مش عارفة هي المفروض تتصرف إزاي، مش متوقعة ان هيحصل ازمه، وبالتالي كل واحد بيتصرف كانه هو لوحده في هذا العالم. المشكله الاكبر حضرتك بتقولي الناس بتقول المسؤول ده ليه يتحاسب، كلامهم الى حد ما صحيح، لانه السيستم نفسه اتبنى غلط، وجدت عشرات الناس، يعني الراجل اللي موجود حاليا ده مش هو المخطئ الوحيد، احنا لازم نحاسب العشره اللي قبله. الراجل اللي هو مسؤول عن امن وسلامه المكان مش هو المخطئ الوحيد. السيستم اذا اتبنى غلط الناس بتبقى فولورز للسيستم، وبالتالي كل الناس بتيجي، هذا ما وجدنا عليه، الناس بتيجي تنفذ اللي لقيته. كام واحد في مكانه بيحاول يصلح. عشان كده انا بقول لكل واحد بيدير مكان حاول تكون مصلح، حاول تصلح حاجه في المكان اللي انت فيه، مش تيجي تسير العمل على ما هو عليه من اخطاء ومشكلات. نعم. طيب يعني هسالك طبعا ليس بصفه القاضي ولكن بصفه يعني الصحفي، ولو اخذنا حادث زي حادث المركبه الاخيره وكان من الواجب ان يكون هناك محاسبه، هتحاسب مين يا استاذ جمال؟ لا، في عدد من الاطراف لابد من حسابهم بدرجه اساسيه. اولا لابد من حساب صاحب الصندل اللي هو خد حموله تفوق حمولته المصرح بها، لابد من حساب الأجهزة اللي بتتولى التفتيش على معدات الأمن والسلامة في هذه الأماكن، لابد من حساب من سمح لهم أساسا بالصعود إلى الصندل أو المركب. هناك أيضا لابد من حساب أجهزة الإنقاذ اللي ما وصلتش بشكل سريع وبشكل كفء وتمكنت من إنقاذ عدد كبير من الضحايا اللي طيب اما نلاقي وزاره الري بتطلع وبتقول لنا ان اللي مسؤول عن التصاريح لجنه بتضم ممثلين عن 9 وزراء. لا بس الحل يكون في ده في النهايه توزيع، او انه كل طرف من الاطراف بيحاول ان هو يبعد المسؤوليه عن نفسه، لكن هي القضيه بدرجه اساسيه لابد انه يكون هناك نظام محكم للنقل النهري في مصر ويتم سد الثغرات. لو المسألة محتاجة أن اسمح لي أنا هنا لا أتحدث عن النقل النهري يعني فقط، أتحدث عن العمارات التي تنهار، عن الكباري التي تنهار، عن القطارات والحرائق في القطارات، عن ربما حادث أتوبيس كانت لأطفال تقريبا في عهد الرئيس مرسي وقالوا أن المسؤول عن المزلقان كان نايم. تمام. وكانت فاجعة يعني كبيرة. هو طبعا في حالة من الإهمال موجودة في حياتنا بشكل عام، لكن فيما يتعلق بالحوادث اللي حضرتك اتكلمتي عنها لابد من التعاطي مع كل حادثة في تخصصها. يعني بمعنى أنا ما أقدرش أجيب موضوع بتاع السكك الحديدية لموضوع النقل النهري، ده له تخصص وده له تخصص، بس المشكلة وله جهات تنفيذية. بس المشكلة في النهاية إن الأسباب أحيانا بتكون يعني الإهمال عامل مشترك، عدم المسؤولية أحيانا من جانب الحكومة المصرية بيكون عامل مشترك، مسألة إن أجهزة الحكومة وكل جهاز في وادي ربما أيضا يكون عامل مشترك. ده صحيح، ده صحيح. يعني لو حبينا نتكلم عن الموضوع كظاهرة عامة، هناك حالة من التراخي موجودة في مؤسسة الدولة المصرية، وخلينا نقولها بشكل واضح وبشكل صريح. يعني أنا بقول إن أحد إيجابيات
اللي حصلت خلال المرحلة الأخيرة إنه أجهزة الأمن النهاردة في مصر بقت أكثر يقظة وبتتعلم من الأخطاء وبتحاول إنها يبقى عندها إمكانيات أكبر، وبقى عندها خبرات في التعاطي مع الإرهاب. ده لابد من ما فيش مجتمعات بتتعلم من فراغ، لابد نحط ده في الاعتبار. وبعدين المجتمعنا ما هواش مجتمع بالغ التقدم. احنا بنتكلم كتير على موضوع بتاع الحداثة وما بعد الحداثة، لكن للأسف الشديد لما تيجي على المستوى الواقع بتلاقي عندنا حالة من التخلف في قطاعات عديدة ومحتاجة تحديث. المشكلة يعني هي مسألة بارقة أمل، يعني أحيانا مثلا نفس الحادث ده ربما يعيد إلى الذاكرة ما حدث في العبارة السلام. يعني طبقا للذاكرة أنا مش فاكرة قوي، بس الحادثة من جناية بقت جنحة، والمسؤول الأول حتى الآن يعني تقريبا في لندن. فمسألة عدم في اسبانيا. طيب تمام يا استاذ، واعطيني المزيد من المعلومات. يعني لو كان في محاسبه منذ البدايه ربما يعني هذه الحوادث لن تتكرر. ده صحيح للاسف شديد الاخطاء تكررت ولم يتم عقاب المسؤولين عن هذه الاخطاء، وتركوا الحابل بالنابل، وللاسف الشديد تكررت سنه بعد اخرى. يعني مثلا على سبيل المثال لما نيجي نتكلم على موضوع العمارات المخالفه في اسكندريه، وهي ظاهرة موجودة بقى لها سنوات عديدة، والصحافة بحت صوتها في هذه المسألة. بيقولوا سنوات عديدة إنه محافظين سابقين هيقوموا بأنهم مثلا هيزيلوا 15,000 عمارة. أنت عارفة علشان يزيل 15,000 عمارة مخالفة محتاج كم ونش، ومحتاج عدد من العمالة قد إيه، ومحتاج منظومة اللي هتتولى هذه المسألة قد وكيف إيه، يتم التعويض. ودي يعني جزء في الاقتصاد هعود ليه. أعتذر عن المقاطعة ولكن يعني تساوي الأوقات فقط. دكتور محمد، يعني لو طلبت منك روشتة، من الواضح أن هناك أزمة، روشتة كده حتى يعني يكون هناك حلول لمثل هذه الأزمات. حضرتك بتتكلمي على محاسبة المسؤول. أنا الحقيقة عايز أرجع خطوة قبل كده وأقول اختيار المسؤول بشكل صح. إحنا بنفتقد لآلية جيدة في الحكومة المصرية لاختيار مسؤولين. إحنا معظم المسؤولين بيتم اختيارهم عن طريق دوائر المعارف، وبالتالي ممكن يكون عندك كفاءات نادرة جدا وكويسة جدا لكن مش قادرة تقدم نفسها للمجتمع، بيشتغل في مكان وبينجح فيه كويس جدا، وبالتالي بيظهر على السطح. وكتير جدا بنخش نلاقي ناس بتترقى وهي مش أكفاء في شركات، ناس بتتصعد في أماكن وهي مش مؤهلة. احنا عندنا مشكلة حقيقية في آلية اختيار القيادات دي. لازم إحصائية أخيرة إن أكثر نسبة علماء يعني خارج بلادهم من مصر. طبعا على فكرة البلد اللي بعدنا على طول فرق ب 35%. فرق ازاي؟ لانه الناس في مصر الكويسه دايما لازم تعيش في سيستم. اي حد عايز ينجح لازم يدور على سيستم يعيش فيه. فنمره واحد لازم يكون عندنا معايير لاختيار الكفاءات. نمره اتنين الاداره علم، الاداره ليست تجربه وخطا. احنا بعيدين كل البعد في المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الخاصه وبعض الشركات اللي هي بتشتغل في حتى المالتي ناشونال في مصر الى الاداره العلميه. احنا بنؤمن جدا بالتجربه والخطا، بنؤمن جدا بنظريه الفرد في الاداره، ان يجي فلان الفلاني يصلح الشركه او يجي فلان الفلاني يصلح المؤسسه. مفيش عندنا عمل مؤسسي، مفيش عندنا دوله مؤسسات. احنا محتاجين نعمل ده. بيبذل الحقيقه برضو علشان ما نبخس الناس اشيائهم. الحكومه الحاليه بتحاول انها تبذل جهد، لكن المشكله ان مش كل الناس اللي الوزراء اللي في الحكومه مؤهلين اداريا. قد يكونوا مؤهلين فنيا بشكل عالي جدا لكن اداريا. انا بخش جهات حكوميه كتير، بقعد مع قيادات عليا وبسالهم درستوا ايه في الاداره؟ فالناس بتبص لي كأن انا بسال سؤال غريب. الناس مش محتاجه تدرس اداره، الناس فاهمه اداره. الاداره دي بالخبره، لا الاداره علم، الاداره ارقام حسابات زيها زي الطب وزي الهندسه، والغلطه فيها ابشع من الطب والهندسه. انا لو اخطات في الطب هموت انسان، لو اخطات في الهندسه هوقع عماره، لو اخطات في الاداره هدمر بلد. عندنا مشكله. وعلى فكره كل مشكلات مصر تنحصر تحت مشكله اداره، وما زالت هذه الحكومه والحكومات اللي قبلها بتدير البلد باسلوب احنا بنسميه في علم الاداره بالازمه الاعلى صوتا. عندك 4-5 ازمات حواليكي و4-5 مشكلات حواليكي، فنجري زي بالظبط المطافي، هنطفي دي وبعدين دي وبعدين دي. مفيش قدره على وضع اولويات واقتحامها بشكل جاد. حتى رئيس الوزراء وهو بيبذل جهد، الحقيقه انا شايف ان هو راجل تقريبا ما بينامش، بس هو في مشكله في الناس اللي معاه، في مشكله في المعاونين حقيقيه بتبان كأن واحد بالظبط ماسك. حتى المشكله في بذل المجهود. يعني عندما يخرج الى الشارع بيكون هناك الانتقادات. هو طول النهار هيفضل في الشارع؟ اما يكون في المكتب هو هيكون في البرج العاجي ومش هيحس بمشاكل الناس. ما عندناش روشته، ما عندناش رول موديل كده نمشي عليه. احنا محتاجين نقول انا بتخيل الراجل ده ماسك مجموعه من الخيوط وفي اخر كل خيط صخره كبيره جدا ومصر يشدهم لوحده، في حين ان هو
يعني لو ركب عجل تحت الصخر ده معي عن هيأجر علم اسد. الإدارة. أنا يعني ربما أرى أنك متحيز لعلم الإدارة لأنه هو تخصصك. طب ماذا أفعل؟ أنت بتقول الحل في علم الإدارة، طب نعمل إيه؟ مشكلة الصحة في مصر مشكلة إدارة المنظومة الصحية. مشكلة التعليم في مصر إدارة المنظومة التعليمية. خش حضرتك جوه منظومة التعليم في مصر تلاقي مشكلة في اختيار المدرس، تدريب المدرس، مكافأة المدرس، محاسبة المدرس، إن يخطط للمدرس ده مستقبل أحسن فيحس إن هو يستمتع وهو يعمل. دي إدارة. تمام، مش ان انا اعلمه بس كيمياء وفيزياء ويخش قاعه يتعلم يتكلم مع الناس، حتى انه ازاي يقف في القاعه، ازاي يتعامل مع الطالب المشاغب. دي اداره. الصحه اداره المنظومه الصحيه. رئيس الوزراء راح معهد القلب لقى كوارث. الكوارث دي كانت ايه؟ اداره. لما نقل مكتب وزير الصحه في معهد القلب اللي اتحلت المشكله، طبعا ده حل، انا اسف اقول ده حل غير موفق تماما تماما، يعني مفيش حاجه اسمها كده. حاجه اسمها ان الراجل هيقعد في مكتبه ويقدر يدير كل مكان. خلي بال حضرتك الناس رئيس الوزراء وخلافه بيشتغلوا كويس الى حد كبير في القاهرة. الناس بقى اللي زي حالاتي اللي بتسافر الأقاليم تدرب وتشتغل مع الناس بتشوف كوارث بعيدة حتى عن العين والمنظور. وكمان الأسوأ ان هم عارفين ان هم بعدهم ده يديهم فرصة أكتر للفساد، ويديهم فرصة أكتر للفساد الإداري والفساد المالي. نعم. عموما سأعود إليكم بعد فاصل قصير، وربما نفتح في الجزء الثاني من الحلقة تأثير هذه الحوادث على الاقتصاد المصري. مشاهدينا الكرام، متواصلون معكم من جديد. أستاذ جمال، يعني كنا توقفنا أولا عند مسألة الآثار الاقتصادية من هذه الكوارث. أيوه. وأيضا ربما دار يعني في الفاصل حديث شيق بين الأستاذ جمال والدكتور محمد. أستاذ جمال، ربما اختلف بعض الشيء أن مسألة الإدارة مش هي كل حاجة، ولكن الإرادة السياسية مهمة جدا لتخطي الأزمات. بالتأكيد لابد أولا يبقى في فيجن، يبقى في رؤية سياسية لدى النخبة السياسية الحاكمة فيما يتعلق بكيفية نقل مجتمع ما إلى التقدم. بمعنى أنه إيه منظومة التنمية كلها بشكل عام. منظومة التنمية دي هتتم إزاي؟ هل هتتم على أساس منظومة سياسية فيها ديمقراطية وفيها إشراك للشعب، أم فيها تغييب للشعب والحكومة بتتولى بتقول للناس اقعدوا في بيوتكم وإحنا هنتولى الإدارة السياسية بالنيابة عنكم، وإحنا عندنا الرؤية وإحنا عندنا الحكمة وإحنا عندنا كل شيء. طب أنت شايف مصر ماشية إزاي؟ بأي طريقة؟ هو مصر حاليا في مرحلة وقف نزيف، وقف نزيف الأمة المصرية، لأنه مصر خلال فترة حكم الإخوان حصل لها هدر الإمكانيات ونزيف فظيع، يعني بمعنى لصالح جماعة دينية كانت تريد خطف الدولة المصرية بالشعب بكله لصالح هذه الجماعة ولصالح التنظيم الدولي. الدولة المصرية خطفت فقط في عهد الإخوان أم أيضا خطفت يعني في 30 سنة سابقة من الفساد؟ لا، في فرق ما بين اللي كانت جماعة الإخوان كانوا عايزين ينفذوه فيما يتعلق بمصر، إنه يلغي فكرة القوميات تماما، لأنه هو عنده فكرة الخلافة اللي فيها شيوع، الأوطان ما هياش مهمة، الحدود ما هياش مهمة، ولابد أن يبقى في فكرة هلامية كده اسمها فكرة الخلافة الإسلامية يريدون استردادها مرة أخرى بالتحالف مع رجب طيب أردوغان في تركيا وخلافه. فكان لابد من وقف هذا النزيف في مرحلة ما، وعشان كده ملايين من الناس خرجت في 30 يونيو علشان توقف هذا النزيف. طيب. خلال السنة الماضية بنوقف هذا النزيف الآن. الحكومة المصرية في حرب على الإرهاب، ومن الواضح أن في نوع من الاصطفاف الوطني. طب هل الإرادة السياسية بقى موجودة أم لا؟ هناك إرادة سياسية حاليا لمواجهة الإرهاب وللدخول في مشروع وطني للتنمية. المشروع الوطني للتنمية لسه للأسف شديد لم يعطي ثماره. يعني احنا كمان خلال عدد من الأيام هيتم افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، قناة السويس الجديدة، وتبدأ مشروع التنمية الاقتصادية حوالين المحور بتاع قناة السويس. فهنا نبدأ بقى نتكلم على أنه مصر هتخش مرحلة التنمية بشكل كبير، يبقى فيه مشروعات وخدمات سفن وخلافه. لكن في نفس الوقت احنا ما خلصناش لسه موضوع بتاع الإرهاب، وموضوع الإرهاب ما زال يشكل تهديدا. هناك متغيرات في الإقليم أعتقد أنها بتصب في صالحنا، أنه النهاردة الموقف الأمريكي من بشار الأسد والنظام الأسد تغير، أنه هناك توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي، أنه المتغيرات الإقليمية والدولية بقت بتصب في اتجاه التخلص من جماعات
الاسلام السياسي المتطرفه هو وعلى ده راسها داعش. يعني ربما يكون هناك اختلاف بعض الشيء في وجهات النظر فيما يخص هل يعني ما يحدث في الإقليم يصب في صالح مصر أم لا. رأيك إيه دكتور محمد؟ وأيضا فيما يخص مسألة الإرادة السياسية، فكرة إن هل هناك توجه سياسي للحكومة المصرية فيما يخص الاقتصاد والعدالة الاجتماعية وإدارة الأزمات، وإذ لم يكن موجود لماذا هناك اصطفاف وطني؟ كويس. انا عايز بس اكمل على اللي قاله استاذ جمال، مساله الاداره والاراده. الاراده جزء من الاداره. الاراده هي الطاقه والاصرار والرغبه في البناء والرغبه في التنميه والرغبه في تحقيق الاهداف، لكن كل ده مش هيوصل ابدا لاي حاجه من غير علم. احنا بنعيش عصر العلم، بنعيش عصر ان كل واحد يبقى متخصص واجيب الشخص المتخصص يعمل دوره. انا مش مختلف خالص مع الحكومه المصريه ولا مع القياده السياسيه في مصر على الإرادة السياسية اللي شغالة. يعني حضرتك شايف انها الإرادة موجودة لكن ما فيش علم، الإدارة. فيش علم يخدم، يعني علم الإدارة مش موجود علشان يخدم هذه الإرادة السياسية اللي هي موجودة بالفعل. بالظبط كده. بنشوف رئيس الوزراء بيشتغل ليل ونهار لكن ما عندهمش علم الإدارة طبقا لوجهة نظرك. ما فيش التدريب الإداري الكافي اللي يخليه يعرف ياخد قرار ازاي، اللي يخليه يعرف امتى يعمل تصريح. وشفنا لمسنا ده في تصريحات وزير العدل الأسبق تفتقر تماما إلى الحس السياسي والإداري للدولة. لمسنا ده في طريقة معالجة المشكلات والأزمات. خلي بالك احنا عندنا مؤشر مهم جدا اسمه مؤشر تكرار الأزمة. ده مؤشر احنا بنقيسه في البلاد والشركات. اذا كان هذا المؤشر موجود على طول، دي ما هياش منظمه متعلمه، ما هياش حكومه بنسميها كده learning organization او learning governance. فده معناه ان ما فيش عندنا علم اداره بيطبق، او ما فيش عندنا تدريب اداري يطبق. انا مش هدي كل الناس هتعمل دكتوراه في الاداره، بس انا عايز اتاكد ان كل واحد مسؤول عن مجموعه من الناس عارف يتعامل معاهم، فاهمهم، ما يقدر يحركهم ناحيه الهدف بشكل علمي. عندنا اراده سياسيه في مصر انا شخصيا لا اختلف معاها، لكن اختلف كثيرا مع الاداره السياسيه والاداره الحكوميه. في حاجات كتير تنقصنا. هل هذا ايضا يحتاج الى علم وثقافه ووعي وتعليم منذ الصغر؟ يعني يمكن فكرني كلام دكتور محمد بحادثه التحرش في العيد، عندما قامت المسؤوله او العقيده بضرب المتحرش، اختلفت التوجهات، من بيقول لا دي كده انتهكت القانون، ومين بيقول لا دي كانت المفروض تضربه وتصعقه بالكهرباء وتصفعه بالقلم. هي مسألة برضو الثقافة والوعي والعلم. هو أولا يعني احنا خارجين من مرحلة مصر مثخنة بالجراح. ثانيا بقى في قيادة سياسية جديدة. ثالثا القيادة السياسية مفروض انه زي ما انا قلت قبل كده لابد ان يبقى في رؤية للإصلاح على مستوى التعليم وعلى مستوى الصحة وعلى مستوى كافة القطاعات، على مستوى التنمية الاقتصادية. طبعا في اشياء كتير لسه ما اتحققتش فيما يتعلق بالموضوع بتاع التنميه الاقتصاديه، انه الاهتمام ما كانش معطى بحيث ان الجهاز المصرفي مثلا يتم توجيهه لتمويل المشروعات الصغيره والمشروعات المتوسطه السمول اند ميديوم انتربرايزز، انه ما فيش اهتمام بالتعليم رغم ان الدستور نص على زيادة نسبة الإنفاق على التعليم والصحة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لكن رغما عن ذلك حتى هذه النسبة لن تكفي لإصلاح التعليم في مصر. التعليم هو بيأتي على رأس كل الأولويات، يعني بمعنى أن يبقى عندك 40% أمية، هذا غير مقبول. أنك تحققي نقلة ما حصلتش حتى لو كان عندك إدارة علم إدارة وجبت خبراء مش عارف منين. القضية أنه محتاجين فرعين زي ما بيقولوا في موضوع بتاع التنمية البشرية، أنه تهتمي بالتعليم وأنك تهتمي بقطاع الصحة، وأنه يترفع ليس فقط مستوى الإنفاق أنه تقضي على الأمية، لأنه ده عار قومي أنه مصر يبقى فيها 40% أمية في حين أنه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي نسبة الأمية زيرو. نسبة الأمية زيرو في لبنان، نسبة الأمية زيرو في سوريا، نسبة الأمية زيرو في كتير من دول العالم العربي. فبالتالي ده أنا من وجهة نظري ده أكبر معوق. النهاردة نهار ما هتيجي تلاقي عندك شعب متعلم وذو ثقافة عالية، مش هتلاقي كل الممارسات بما فيها اللي حضرتك أشرت إليها، اللي هو موضوع التحرش ومش التحرش، وإن الناس ما يبقاش عندها ضمير فيما يتعلق بتشغيل عبارة أو تشغيل أتوبيس، مش هنلاقي شخص متكاسل، أو كمان مش هتلاقي حد ياخد مخدرات ويسوق عربية نقل فيعمل بيها حوادث على الطرق. فبالتالي التعليم محتاج إنه يكون أولوية ضخمة، ومحتاج تعبئة كافة الموارد في المجتمع، ليس
فقط في إطار الموازنة العامة، ولكن أيضا في إطار مؤسسات المجتمع المدني، لأن زي ما احنا شايفين الجامعات الخمسة الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية بتعتمد على المنح. يعني عندك هارفارد والMIT وييل وبرينستون وستانفورد، أهم 5 جامعات في الولايات المتحدة، يمكن أهم 5 جامعات في العالم بيعتمدوا بدرجة أساسية على التبرعات وعلى المنح اللي بيقدمها مؤسسات المجتمع المدني والأفراد وخلافه. لابد ان احنا نعمل نوع من الوعي ما بين رجال الاعمال وما بين مؤسسات المجتمع المدني، ويبقى يحصل تعبئه للموارد مع الموارد المتاحه لدى الدوله في الموازنه العامه بهدف الاهتمام بالتعليم. تعبئه الموارد يعني بيدخلنا يمكن في قصه الموازنه واولويات الانفاق العام، وكيف تكون هذه الاولويات. يعني بنسمع ان الحكومه عايز تعمل عاصمه جديده، طيب ما العاصمه القديمه فيها مشاكل في الخدمات العامه كثيره جدا، هل نعمل قطار جديد بسرعه فائقه أم يكون الأولوية للقطارات القديمة والخدمات والبنية التحتية اللي فيها مشاكل كثيرة في كل المحافظات المصرية؟ طيب هو احنا كيف تكون الأولويات؟ وأيضا التعليم مسألة مهمة جدا. صحيح. هو احنا في البلاد غير مستقرة سياسيا أو غير مستقرة اجتماعيا أو غير مستقرة اقتصاديا زي مصر، بنعمل اللي بنسميه مهيئات التنمية. يعني هعمل القطر اللي يخليني أعرف أعمل حاجة بعديه. ما بشتغلش دلوقتي على الغايات، بشتغل دلوقتي على مهيئات التنمية. فايه اللي انا محتاجه دلوقتي في البلد عشان اقدر اوصل لمهيئات التنميه؟ هو ده بالظبط اللي انا بدور عليه. التعليم من اهم مهيئات التنميه. ليه؟ لان هو الاستثمار الوحيد المضمون في العالم ده هو تعليم الناس. هو ده اللي بيضمن لي ان بكره عندي طبيب ومهندس ومزارع جيد. هو ده اللي بيضمن لي ان العمل اللي هيتم في المستقبل يكون بيتم بشكل اكثر احترافيه. هو ده اللي انا عايز اشتغل عليه، اللي هي مهيئات التنميه. من ضمن مهيئات التنميه طبعا هو القطاع الصحي. ده كلام مهم جدا، بس خليني اقول لحضرتك انه كل ده لازم يتعمل في اطار ان في 3 اركان في المجتمع لازم يشتغلوا مع بعض. انا من الحقيقه مش من انصار ان الدوله تعمل كل حاجه. احنا عندنا 3 يعني اركان للمثلث. مثلث اسمه القطاع الخاص. القطاع الخاص ده مهم جدا يشتغل، واللي احنا بنسميه بيشتغل حاجه اسمها CSR، اللي هي الكوربريت سوشيال ريسبونسبيلتيز او المسؤوليه المجتمعيه للشركات. اللي هي الشركه دي هتشتغل في التعليم شويه وهتعمل مبادره لتعليم الناس، الشركه دي هتطور المدارس، الشركه دي هتعمل حاجات صحيه، الشركه دي هتعمل توعيه، الشركه دي هتجمل ميدان، اي حاجه. القطاع الثاني اللي لازم يشتغل بجانب القطاع الخاص هي الحكومه المسؤوله عن تنسيق العمل والجهود. القطاع الثالث الحقيقه اللي لازم يشتغل هو مؤسسات المجتمع المدني اللي هي الNGO، لازم تشتغل وتتحرك. اذا ال3 انماط دول واذا ال3 اتجاهات دول حطوا ايديهم في ايدين بعض، نقدر نقول ان المجتمع ده هينمو بقفزات سريعه. طب اسمح لي، يبدو ان هناك شبه ازمه ما بين القطاع الخاص والحكومه المصريه وبين منظمات المجتمع المدني والحكومه المصريه، عشان ما فيش اداره. مش زي ما حضرتك كنت من شويه كده جزر منعزله، كل واحد راجل يعني مثلا رجل اعمال شايف ان هو احسن له يصرف على حاجات تطلع له فلوس، في حين ان رجال الاعمال في الغرب مثلا بيستثمروا في الحاجات الاخلاقيه، لان هو فاهم كويس جدا ان هو لما المجتمع هينمو في معدل الاخلاق هيقل معدل الجرائم، فالمجتمع هيكون مستقر وجاذب اكثر للاستثمار. هل معنى ذلك يعني هنا في مصر متكاملة. نحن في دائره مغلقه؟ يعني اولا ال3 اضلاع يبدو ان هناك ازمه ما بين 3 اضلاع طبقا يعني لما يخرج للاعلام والصحافه، هل هناك ازمه في مصر؟ في ازمه تنسيق ما بينهم، مش عايز اقول انها ازمه بالحجم الكبير، لكن ازمه تنسيق، ازمه فهم الدور التكاملي ده، ان الناس اللي في الحكومه مسؤوله انها تجمع القطاع الخاص اللي احنا بنسميه الاداره بالاهداف. انت عايز ايه من المجتمع؟ طيب المجتمع عايز منك 1 2 3 4، اعمل ده عشان تاخد ده من المجتمع. مؤسسات المجتمع المدني هي شغاله اكتر حاجه على الايتام، وكويس وده دور كويس جدا، لكن في حاجه اسمها ان انا اضمه معايا على الخط عشان يساعدني في التنميه بشكل معين. فيبقى ال3 اضلاع للمثلث وال3 اركان بيشتغلوا في اتجاه واحد، ما يبقاش كل واحد بيشتغل زي ما هو عايز، ويبقى كلنا بنبذل جهد زي بالظبط اللي بيعمل شريط قطر، ده يشتغل جزء كويس ده يشتغل جزء كويس، القطر عمره ما هيمشي لانه ما كانش فيه تنسيق ما بينهم. تاني هاكد مع حضرتك نقطه مهمه جدا، اختيار الكفاءات في الحكومه واختيار الكفاءات في القطاع الخاص واختيار الكفاءات حتى في مؤسسات المجتمع المدني، ده مهم جدا. لما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ضيعت الامانه فانتظروا الساعه، فسالوه ايه الامانه؟ فقال لهم اسناد الامر لغير اهله. احنا بنعيش الحاله دي دلوقتي الحقيقه، احنا بنشوف ان انا شخصيا بحتك كتير جدا في قيادات، بسال نفسي هو ازاي وصل للمكانه دي وهو مستوى تفكيره كده؟ ازاي وصل ان هو بيدير عمل بهذا الحجم وناس بالحجم ده وهو نفسيته تجاه الناس اللي بيشتغلوا معاه كده؟
هو طريقه تفكيره في خلافاته الشخصيه معاهم كده. ليه؟ لان هو ما حدش علمه مهارات يفصل ازاي ما بين الجوانب الشخصيه والجوانب العمليه، ما حدش علمه ازاي يشتغل يوصل. انا لم يتبقى لي الا دقيقتين تقريبا ساتركهم لك يا استاذ جمال، واسالك عن يعني ربما دور البرلمان. يعني جزء من الازمه السياسيه الموجوده بين الاضلاع الثلاثه التي يعني ذكرهم دكتور محمد هي مساله القوانين. هل نحتاج الى اكتمال خارطه الطريق الى ان يكون هناك برلمان؟ ماذا ايضا عن دور الاعلام؟ بالتاكيد انت بتفتحي موضوعين ملفين مش محتاجين اكتر من دقيقتين بالتاكيد. الموضوع بتاع البرلمان ده هي لابد منه، يعني احنا لابد قبل نهايه هذا العام نشهد برلمان جديد لمصر، لانه لا يمكن حصر السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه في يد سلطه واحده، يعني بمعنى ان رئيس الجمهوريه هو الذي لديه سلطة تشريعية الآن، وقد صدرت العديد من القوانين خلال الفترة اللي فاتت، جزء منها مبرر يمكن بسبب الأزمة اللي احنا بنعيشها، لكن البرلمان لما هيجي مفروض انه هيراجع كل القوانين اللي صدرت ويشوف الصالح منها من عدم الصالح. لكن احنا في نفس الوقت محتاجين ثورة تشريعية، لأنه في كتير من القوانين بتحكمنا وبتحكم الإنسان والمجتمع المصري من الثلاثينات والأربعينات، وهذا لا يجوز على الإطلاق. محتاجين إعادة تقدير للموقف للمشكلات المختلفة، وبحيث أن التشريع يعبر عنها بشكل جيد، وبعدين لازم يبقى عندنا عقوبات رادعة. يعني موضوع بتاع المخالفات المباني وخلافه اللي ممكن مبنى ينهار، لا يجوز بأي حال من الأحوال أنه الشخص تبقى العقوبة بتاعته متواضعة، يعني ولا يدفع له 2000 جنيه ولا خلافه. لابد من أن يكون هناك عقوبات ردعة. ملف الإعلام ده ملف كبير، وأعتقد أنه في تباطؤ في إصلاح ملف الإعلام وفقا للمواد 212 و213 و214 من الدستور من شهر أكتوبر الماضي. وهناك في تباطؤ، وهناك يعني لجنة لإصدار التشريعات الإعلامية. ولن يمكن إحداث تقدم على المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بدون الانتهاء من ملف الإعلام، لأن لدينا حالة من الفوضى الإعلامية. نعم. لا يمكن أنها تستمر، هيظل الإعلام مناوئ لرئيس الجمهورية بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. نحتاج إلى قوانين وإلى علم إدارة أولا، نحتاج إلى إرادة سياسية والى تضافر الجهود، ربما يكون هناك حل للازمه عايز اقول بس حضرتك في 10 ثواني انه مصر دكتور رشاد الحملاوي رحمه الله عليه اسس في كليه التجاره جامعه عين شمس اول وحده لاداره الازمات في الشرق الاوسط. استفاد بها العالم كله، خرجت اساتذه العالم كله، وضعت نظم اداريه للتعامل مع الازمات. اقل دوله استفادت بها هي مصر. ننتظر يعني ان يكون هناك استفاده من ذلك. اشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كان معي استاذ جمال زيدة الكاتب الصحفي بالاهرام، وايضا دكتور محمد حسين استاذ الاداره بجامعه لندن. شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا الكرام، غدا يتجدد اللقاء في تمام 9 بتوقيت القاهره. الى اللقاء.